قبل ما نبدأ الفيلم يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، ده لو يعني لحد دلوقتي مش مشتركين. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع فرانسوا اللي هو بيتمشى دخل بار وقابل أنولا اللي شغالة جوه البار وقالت له إن الساعة بتاعتها ب150 يورو. ياه ده انت غالية قوي. بس هو بيقول لها إنه عنده استعداد لو فضلت معاه على طول يديها 100,000 يورو كل شهر، لأنه كسب فيها نصيب 4 مليون يورو، ولما تخلص فلوسه ممكن تسيبه عادي براحتها وترجع شغلها. طبعا هي بتوافق لأن الديل ما يتعوضش، بس بتشترط عليه إنه يعملها كويس وما يأذيهاش، وبتطلب منه كمان عربون لجديته. بس هو بيقول لها إنه ما معهوش غير 2000 يورو بس وبيديهم لها. بعد كده وهم طالعين البيت بتجيله أزمة قلبية وبيتعب وبيجيب له الدكتور، والدكتور بيقول له إن أنت تعبان وما ينفعش المجهود، بس هو بيقول له ينجز لأنه معاه واحدة حلوة وما ينفعش يبقى تعبان قدامها. بعد ما الدكتور بيمشي فهي بتقول له أنا حاسة كده إن أنت فيك حاجة، كلمني عنك وعن قلبك. فبيقول لها إنه عنده مشكلة في قلبه بس مزمنة، يعني هتفضل طول العمر. وبعد كده بتقرر إن هي تدلعه وبتوعده إنه هتفضل معاه مراته اللي بتاخد بالها منه وبتدلعه. والصبح لما بيصحى عشان يروح الشغل بتقول له أنت شغال إيه؟ قال لها موظف عادي. فبتقول له طيب ما تيجي النهارده ما تروحش الشغل ونسهر مع بعض ونقضي اليوم كله من أوله. بس هو بيقول لها إنه ما ينفعش وإن لازم ينزل يروح الشغل. وهو نازل للشغل بتجيله الأزمة تاني وبيديها رقم تليفون دكتور صاحبه وبيقول لها تتصل بيه. وفعلا الدكتور ده بيجيله ويقول له إن ما ينفعش المجهود اللي انت بتعمله، وبساعتها بيخرج يتكلم معاها ويقول لها فرانسوا مريض بالقلب وما ينفعش واحدة عاهرة تعيش معاه وده فيه خطر على حياته. بس هي بتقعد تعيط وتقول له أنا مش هينفع أبدا أسيبه، أنا لما صدقت لقيت حد بيعاملني بالعطف ده. وساعتها فرانسوا بيقول لها أنا كمان مش هقدر أسيبك. وساعتها فرانسوا بيقول للدكتور صاحبه إن مش معنى إن أنت صاحبي يبقى تتحكم في حياتي. وبعدها بياخد فرانسوا أنلا ويروحوا مدينة كده على البحر ويعيشوا حياتهم كام يوم في سعادة وحب ورومانسية، وبيقربوا جدا من بعض في الفترة دي. وأول ما بيرجعوا بيعزموا صديقه الدكتور على العشاء وبيقول لهم ما ينفعش أبدا اللي انتوا عملتوه ده وده فيه خطر كبير على صحتك. بس أنا مش هينفع ألومك، أكلمك إزاي وأنا بحب واحدة مريضة عندي في المستشفى وعندها 45 سنة ومريضة بالكانسر، فالحب ما يعرفش المستحيل للأسف. وبيخلص العشاء وبيروح الدكتور. بس بعد كده فرانسوا بيتصل بصاحبه وبيقول له إن أنولا تعبت جدا وإنه عايزه يجي. فساعتها الدكتور بيبص للمخدة اللي عليها آثار صاحبته جوزيل وبيقول لها معلش يا حبيبتي انت عارفة ان انا بحب فرانسوا جدا وهو عنده دلوقتي حاجة قهرية فلازم اخرج. وبيروح علشان يكشف على أنولا، وهو بيكشف عليها فجأة بيقع وبيموت. فرانسوا وهو في جنازة صاحبه بعمال يتلفت حوالين نفسه، فواحد بيسأله انت مستني حد؟ قال له جوزيل حبيبته. فقال له جوزيل ماتت من 5 سنين. ساعتها استغرب فرانسوا قد ايه هو كان عايش وفي وهم ان هي عايشه معاه. بعدها روح وكان حزين جدا على صاحبه، وانولا قررت ان هي تخفف عنه شويه ويعني تشيل من عليه وتدلع، وقالت له طب تعالى نروح ايطاليا بلدي نغير جو شويه. وبعد كده راح الشغل، فزمايله مستغربين جدا لما لقوه قاعد مبتسم. ياه للدرجه دي؟ للدرجه دي. عمره ما ابتسم، لدرجه ان كلهم اتلموا عليه بما فيهم مديره علشان يسالوه ايه سر الابتسامه دي، واكيد اللي وراها واحده ست. وقالوا له ان هم عايزين يجوا مع البيت علشان يشوفوا الست اللي قدرت تخليه يضحك. ياه للدرجه دي يا جماعه. بعد كده بيروح البيت وفعلا راحوا معاه وبيدور على أنولا ومش بيلاقيها، وبيلاقيها ان هي سابت البيت ومشيت. بعد كده بيتضايق جدا فرانسوا وبيطلب من زمايله ان يسيبوه لوحده، وبيتضايق وما بيبقاش عارف ايه اللي خلاها تسيبه وتمشي. في نفس الوقت أنولا رجعت البار وصاحب البار بيقول لها انت كنت فين الفتره اللي فاتت؟ قالت له حاولت اعيش حياتي بعيد عن الاجواء اللي انا عايشه فيها دي. وبعد كده بنلاقي فرانسوا نزل سهر في بار وجات له واحده بتعرض عليه انه هي تبقى معاه مقابل 1000 يورو في اليوم، وهو بيقول لها انه هو كسب 4 مليون يورو، وهي بتقول له عايزه عربون. بصوا نفس النظام يعني. بس هو بيتحجج ساعتها وبيقول لها انه مش معاه فلوس عربون، بس هي ساعتها بتقول له مفيش مشكله انا برضو جايه معاك. وهو خارج من البار بيلاقي أنولا بتنده عليه وبتقول له ان هي اسفه جدا وان هي مش فاهمه هي ازاي سابته ورجعت المكان ده وان هي عايزاه يسامحها. وساعتها بيقول لها انا عايزه اقول لك على حاجه واعتبري نفسك ما سمعتنيش، انا حبيتك جدا واحلى ايام في حياتي اللي انا عشتها معاكي. اول ما بتسمع فرانسوا بيقول لها الكلام ده هي كمان بتعترف له بحبها وان هي عمرها ما عاشت فتره اسعد من الفتره اللي عاشتها معاه. بس هي للاسف في حياتها راجل، ومش اي راجل، لا ده زعيم عصابه وكمان متجوزها.
جوزها، بس ساعتها هي ما بتقدرش تمسك نفسها ان هي عايزة ترجع معاه، فبتروح تستأذن جوزها ان هي ترجع معاه. لا ما تستغربوش، ما هي مفهمة جوزها انه معاه 4 مليون يورو وهي عايزة تقفشهم منه، عشان كده بس جوزها وافق وقال له خلي بالك انت علاقة مؤقتة في حياتها، لكن انا العلاقة الدائمة. بيرجعوا على شقة فرانسوا مع بعض، وساعتها بيحصل ما بينهم علاقة، وفرانسوا بيطلب منها انه مش عايزها بس معاه بجسمها، لا وكمان بعواطفها ومشاعرها، وهي طبعا اصلا بتحب. وبعدها بيجي لهم جوزها، ايوه، وبيقرر انه يساوم فرانسوا على 4 مليون يورو اللي معاه مقابل انه يطلق مراته ويتجوزها هو لو عايز. وساعتها بيبقى فعلا فرانسوا بيفكر. فرانسوا ساعتها بيسأل انيلا، انا لو اتنازلت له عن كل فلوسي انت ترضي تبقي معايا وتتجوزيني؟ بس هي قالت له انت لو عملت كده هتبقى حررتني منه، لكن مفيش فلوس في الدنيا تقدر تشتري مشاعري. فبيقرر فرانسوا انه يرفض العرض، وساعتها جوزها بياخدها وبيمشي. جوزها لما بيروح بيبقى عايز يعمل معاها علاقة، بس بيلاقيها مش معاه وحاسس كده انه دماغها في حتة تانية، وساعتها بيقول انه الشخص ده خرب عليه حياته وبوظ احساس مراته. وبعدها هي تاني يوم حاول تاني معاها ولقى برضه ان هي تماما ما بقتش معاه، وقالت له فرانسوا اداني حاجة اغلى حاجة ممكن تيجي لواحدة عاهرة، وهي الاحترام، وانه كان بيقدرني وبيحترمني. ساعتها بيقول لها انا هوريكي الاحترام، وبينده على افراد العصابة اللي معاه علشان يوريهم جسمها. وطبعا هي حركة بتستفزها جدا، وبتقول له انت كده بتأكد لي ان انا لازم احبه. اول ما بتقول له كده جوزها بيقول لها خلاص علشان اثبت لك ان انا قد ايه كده البسي هدومك وروحي له، انت كده ما بقيتيش ينفع تعيشي معايا لان قلبك ومشاعرك بقوا معاه. وساعتها بتلبس هدومها وتروح له جري، بس لما ما بتلاقيوش في بيته بتلاقيه خارج من بيت جارته، وبتغير جدا عليه لما بتشوفه مع واحده تانية. ولما بيجي يعتذر لها بتقول له يخش يستحمى الاول لان هي مش طايقه ريحه واحده تانية على جسمه. بيعتذر لها فرانسوا وبيقول لها انه ما عرفش يعمل ايه لما هي سابته، وبتقول له ان هي رجعت له مش علشان الفلوس، لا علشان بتحبه. بس هو هنا بيفاجئها انه هو ما كسبش ولا حاجه في اليانصيب وما يمتلكش غير مرتبه، وانه كذب عليها، وللاسف الكذبه اتصدقت. وهي ساعتها بتتصدم وبتقول له يعني انت كذبت عليا وقلت لي ان انت كسبت فلوس وانت ما كسبتش حاجه؟ وقفوا بقى هنا الفيلم شويه وقولوا لي في التعليقات تحت، وبصراحه توقعتوا ان هي هتسيبه ولا هتكمل معاه لما تعرف انه ما معهوش فلوس؟ هي قالت له ان هي بتحبه ومش فارق معاها اي فلوس، لان اللي كانت بتدور عليه لقيته عنده، اللي هو الحب والاحترام. وساعتها حصل ما بينهم علاقه، وبعدها قعد فرانسوا اسبوعين ما بيروحش الشغل، فزمايله قلقوا عليه وقالوا اكيد حبيبته معاه، بدليل انه ما جاش خالص. وهو كل ده فعلا ما راحش لانه مش هين عليه يسيبها وينزل. وفعلا جوله البيت وما كانش عايز يدخلهم، بس هي قالت له لا انا لازم ارحب بيهم ولازم اتعرف على اصحاب الشخص اللي انا حبيته. وبعدها اتطلقت وكملت حياتها معاه وارتبطوا. يا رب يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين.